وبعد استجابة فخامة الرئيس أخي عبد الفتاح السيسي لهذا المطلب حتى أعيش في هذا المكان الذي رفعت فيه الراية المصرية. نحن دعاة تحرير، نحن دعاة كرامة، نحن دعاة حق، نطالب بحقنا في الأرض العربية وبحقنا في فلسطين لأنها أرض عربية. قبلنا بالشرعية في وقت من الأوقات بالرغم من أنها كانت شرعية وضعتها القوى التي مهدت لوضعها منذ بداية القرن العشرين. وبالتأكيد بمثل العزيمة والإرادة التي أبهرت العالم في تلك الفترة، ولا أقول هذا من قبيل المدح بالنسبة إلى القوات المصرية وبالنسبة إلى القوات السورية، أبهرت العالم. سنبهر العالم بنفس العزيمة لأننا دعاة حق، لسنا دعاة إبادة ولسنا دعاة حرب، نحن دعاة حق. ومن كان على حق طال الزمن أو قصر سيحصل عليه، لأنه يتشبث بالحق ويتشبث بالشرعية وبالمشروعية، لأن الأرض المصرية التي بقيت ونحن اليوم عليها بقيت محتلة، ولكن حينما أرادت القوات المسلحة العسكرية المصرية أن تستعيدها استعادتها في ساعات معدودات، وهي بالفعل معجزة عسكرية بكل المقاييس. شكرا لكم على تمكيني من هذه الزيارة، وشكرا لكم لتمكيني من التذكير من الكثيرين من الذين لم يعيشوا تلك الفترة، لأنها بالفعل فترة تاريخية، فترة كان يحلم بها العرب، يحلم بها كل دعاة الحق. استرجع المصريون بقواتهم المسلحة وبإمكانياتهم التي استنبطوها والتي تدرس في أكبر المدارس العسكرية في العالم. نحن سنطالب بحقنا المشروع، وأعتقد أننا نتفق على هذا الحق المشروع في أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف.